السلام عليكم. هنعمل النهاردة القمر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. دوناتس تحفة جدا، رهيب، هش جدا وخفيف، مقلي في الزيت لكن مش شارب ولا نقطة زيت. حتى لما يبات معاكي هيبقى كأنك لسه عاملاه. طريقة التزيين بتاعته سهلة وخفيفة وتحفة جدا جدا، وكل الأطفال هيحبوه والكبار كمان. تحفة جدا، وهتعملي كمية كبيرة جدا من شوية دقيق صغيرين خالص. يلا بقى نبدأ مع بعض كده ونشوف الطريقة. معانا كده في اي حل عندك او في العجان كيلو الا ربع من الدقيق، عليهم كده معلقتين خميرة واربع معالق سكر، معالق كبيرة. تمام. كل المكونات الجافة دي هنديها تقليبة كده مع بعض. تمام. بعد كده هنبدأ نحط بقية المكونات بتاعتنا. كوبايتين من اللبن، يعني كده حوالي 350 جرام من اللبن. يعني مثلا كيلو اللبن هنقسمه ل3 وناخد تلت واحد منه. تمام كده. معانا 3 بيضات وعليهم رشة فانيليا كده. انا حطيت 3 بيضات لاني مستخدمة بيض بلدي، فالبيض البلدي بيبقى حجمه صغير شوية. لو هتستخدمي بيض عادي من اللي هو التاني ده، تستخدمي بيضتين كفاية قوي. تمام كده. هنخلطهم بقى مع بعض شوية كده. اول ما بنلاقي العجينة بدأت معانا ان هي تلزق كده، هنريحها شوية لو بنعجن على ايدينا. تمام. لو في العجان هنكمل عجن عادي، مفيش مشكلة. نبدأ نحط الزبدة. الزبدة معانا 80 جرام، 80 جرام من الزبدة. تمام. هنبدأ بعد ما نحط الزبدة هنلاقي العجينة بتاعتنا بدأت تلزق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ما تفكريش تحط دقيق خالص، هي العجينة كده مع العجن هتبدأ تلم. تمام. اهي بدأت تلم معانا من غير ما احط دقيق ولا اي حاجة. هنبدأ بقى ان احنا نلم العجينة معانا كده. هي بتكون فيها نسبة تلزيق بسيطة كده، عادي، ده الطبيعي بتاعها. تمام. شوفوا المطة دي، هو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي هينجح معانا الدوناتس وهيخليه تحفة جدا وهش واحلى من اللي بنشتريه من بره. هنغطيها بقى بورقة استرتش كده، ونحط عليها فوطة ونركنها في جنب تخمر. هتقعد حوالي ساعة. لو في الصيف، في الشتاء هتقعد معاكي حوالي ساعة ونص. تمام كده. وده شكل العجينة بعد ما خمرت. شوفوا شكلها عامل ازاي، يفتح النفس اصلا، يعني تحفة جدا. هنجيب بقى شوية دقيق كده ونرشه على ايدينا، وكمان نرش على الرخامة، حاجة بسيطة كده ما نكترش. ونبدأ نلم العجينة بقى بالراحة كده. طبعا فيها نسبة تلزيق زي ما قلنا، بس مش النسبة اللي هي ما تخلينا ما نعرفش نمسكها في ايدينا، لا عادي. تمام. هنبدأ نفردها بقى كده بسمك يكون كويس، يعني مش اللي هو مش تخينة ومش رفيعة، يعني نص سنتي كده حلو خالص. تمام. هنفردها بقى كده كويس بأي حاجة عندك كده، ابدأي افردي فيها. وهبدأ استخدم بقى في التقطيع. ممكن تستخدمي بقى القطاعة بتاعة الدوناتس. مش متوفرة، عادي استخدمي زي ما انا استخدمت كده اي بولة عندك بالحجم اللي انت حباه وممكن تستخدميها. انا استخدمت البولة اللي انتوا شايفينها في ايدي دي. هنضغط كده. تمام. وبالنسبة اللي في النص، جبت اللي هو القمع بتاع الكريم شانتيه او الكيس بتاع الحلواني، ونبدأ نعمل الحاجات الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي. مش هنرميها طبعا، هنستخدمها، دي بتبقى تحفة جدا. على قطع بقى من ورق الزبدة. وهنبدأ نحط كده الدونتس علشان نخليه يخمر مرة تانية. علشان لما نيجي نشيله ونحطه في الزيت ما نبوظش الدنيا ونبوظ الخمر بتاعه. تمام. لو حسيتي انها بتلزق معاكي شويه، ممكن ترشي شويه دقيق بسيط قوي 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 يعني على ورق الزبده. تمام. يعني يا دوب كده تعفري ورق الزبده بس. كل الحاجات الصغيره اللي بتطلع دي بقى هنجمعها كده على ورقه، علشان هنعملها برضو هتبقى تحفه جدا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، مفيش اسهل منه. جميل جدا جدا، وكل اللي هيدوقه هيقولك بجد ان هو احسن من اللي بتشتريه من بره.
تمام. بنضغط بس كده وبنبلها دقيق علشان تتقطع معانا بسهولة كده. هنجمعه كله كده بقى ونخلص الكمية كلها ونسيبها حوالي ربع ساعة تخمر تاني، علشان النقطة دي مهمة جدا، هي اللي هتطلعه معاكي منفوش كده وشكله حلو بعد ما يطلع من الزيت. تمام. في الوقت ده بقى بكون بسخن كده على النار طاسة طبعا فيها زيت، كمية حلوة كده او حلة او اي حاجة عندك. هنحط حتة صغيرة كده، اول ما نلاقيها طافت على الوش كده وما عملتش فقاقيع حواليها، هو ده تمام اللي احنا عايزينه. هنبدأ بقى نحط الدوناتس وتبدأ تعمل لنا الرغوة اللي هي حوالين الدوناتس كده فقاقيع صغيرة كده. النار بتكون متوسطة، ما هياش هادية وما هياش مرتفعة. تمام. نبدأ بقى نحط واحدة واحدة زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. تحطي بقى بايديكي، تحطي بورقة الزبدة. اهم حاجة ان انت ما تضيعيش الخمر بتاع الدوناتس وانت بتحطيه في الزيت. تمام. نبدأ بقى نقلب اول ما بنوصل للون اللي هو الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وانا بستخدم في التقليب السيخ اللي هو بتاع الشيش طاووق او بتاع الكفتة، علشان ما نستخدمش بقى حاجة تانية تبوظ لنا العجينة بتاعة الدوناتس من تحت قبل ما نيجي نقلبها يعني. جنبي كده بقى وانا بحمر الدوناتس في شبكة كده او مصفى او ورق زبدة، يعني زي ما تحبي بتطلعيه، بس تخلي الدوناتس تفضي مثلا لو نقطة زيت فيه او حاجة. وما تقلقيش خالص لو مشيتي بالخطوات دي مش هتشرب معاكي اي زيت خالص. بس لازم نعمل الخطوة دي علشان نخليه يصفي كده ويبرد قبل ما نزينه. شوفوا بقى التحفة ده، بصراحة كان نفسي احشيه شوكولاتة، بس عايزة اقول لكم ان هو اتنسف كده اول ما خلص. تمام. من كيلو الا ربع دقيقة عملت كل الكمية الجميلة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. نيجي بقى لمرحلة التزيين، وطبعا ما بنزينش قبل ما تبرد، لازم تبرد علشان نزين. لو هتعمليها بالسكر هتطلعيها من الطاسة على السكر على طول علشان السكر يمسك فيها. تمام. لو هتعمليها شوكولاتة لازم تبرد الاول علشان الشوكولاتة برضو ما تتحطش عليها وتسيح. تمام كده. انا طبعا خليتها شويه كده بردت. بعد كده سيحت شوكولاته بني وشوكولاته بيضه، وعندي فرماسيل زي ما انتم شايفين. هنبدا ان احنا نغمسها فيها كده، وبجيب بالشوكه واعمل الحركات اللي انتم شايفينها دي اللي هي الحركات العشوائي دي. التزيين ده بقى يعني بيرجع لك انت يعني. اي شكل بقى تحبيه يعني تفنني فيه كده هيطلع معاكي تحفه ان شاء الله. لو جربتوه بالطريقة دي بجد مش هتبطلوا ان انتوا تعملوه، ومش هتشتروه من بره تاني، لانه بجد تحفة جدا وهش جدا، مش شارب اي زيت. الطريقة بتاعته سهلة جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه يعني. عايزة اقول لكم بقى ان دي الكمية اللي اتبقت يعني من الكيلو الا ربع دقيق. بيتنسف كده مجرد ما بتعمليه، تحفة جدا جدا. وهقولك كمان ان هو لما يبات منك هتلاقيه نفس الطعم ونفس الشكل، مش بيتغير خالص، مش شارب اي زيت. اتمنى ان انتوا تجربوه، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.